وصفتنا لنهار اليوم ميني بطبوط فارغ ومقطن مع حشو ساهل وبنين، ونزيدو معاه صوص الجيريان. المقادير مضبوطه واحسن من تاع المحل. سجلوا الوصفه وتبعوا معايا الطريقه. في بول واسع نخلط كاس ما دافي مع مغرفه خميره ومغرفه سكر، ونزيد ربع كاس زيت ونخلط مليح، وراح نخلط بين السميد والفرينه ومنتوجات ماما ديما حاضره في وصفاتنا. نحتاج كيلو بومبي مسميد رطب، ونزيد 2 كيلات فرينه ماما لاتي 55، والعجينه ديالنا تكون طريه وما تتلاصقش في اليد. نغطيها ونخليها تخمر مليح. ومن جهه نروح نوجد لاصوص الجيريان. 10 دقائق من قبل نخلط البصل مع الثوم ومغرفه وخليته حتى يطلق الماء ديالو. هكذا كي ترحوه البصل ديالكم ما يقعدش يغزغز، اللاصوص ديالكم تجي رطبه. ونزيد معاه حبه بيض، مغرفه موتارد، مغرفه طوماطيش مع مغرفه هريسه، ونزيد لها مغرفه خل، كركم، فلفل الكحل، عكري وشويه ملح. ونحتاج 260 مليلتر تاع الزيت اللي حنضيفها تدريجيا، ونقعد نخلط وكل مره نحط الزيت غير بشويه حتى نتحصل على هذا القوام. وهذه الوصفه خبوها بين عينيكم على بالي نهار اللي تجربوها محال تستغناو عليها. ونزيد نوجد الحشو، نخلط بيض مغلي، طوماطيش والفرماج، ونزيد له المايز، الزيتون والمعدنوس مع شويه طون والمايونيز، ونخلطهم مليح حتى يتجانسوا مع بعضهم. ونعاود نولي العجينه ديالي بعد ما خمرت نديغازيها، نرش شويه سميد رقيق ونفتحها على سمك متوسط، نطبخها ونزيد نخليها 5 دقائق تخمر، ونطيبها في طاجين سخون على نار متوسطه، ونقعد نقلب حتى يتنفخ. وراح تحصلوا على بطبوط فارغ ومقطن. ودوكا ما بقى لي غير نعمرهم بالحشو السهل والبنين، وانتم تقدروا تزيدوا فيه كورنيشون، زيتون، فرماج بلون على حساب واش كان متوفر عندكم. ونزيد لهم صوص الجيريان من الفوق. وبصحتكم والسلام عليكم.